يلا يا ست البيت، قومي اعملي صابونك في البيت بالزيت المستعمل بدل ما تبيعيه. لا، ده كنز في بيتنا، كنز محدش عارف بقيمته. تعالوا نشوفوا الطريقة ازاي، وخليكي للآخر الفيديو عشان تعرفي طريقته وتعمليه صح ويطلع معاكي بالطريقة دي. بص الجمال، بص الحلاوة. ولو شاهدتي الفيديو للآخر وما تنسينيش في اللايكات والحاجات الحلوة اللي بتشرفني والاشتراكات. ويلا بينا نقول بسم الله. خير على كل متابعيني، صباح الفل. النهاردة هنعمل الصابون بالزيت المستعمل. تعالوا بقى اقول لكم الزيت المستعمل ليه بيبقى تقيل وبيلف معاكي في الصابون. ولما بيتعمل بالبطاس او المادة السوداء الكاوية. دي بقى المادة السوداء لو لقيتيها لسه ما بيلفش معاكي، يبقى ده واخد رطوبة بيتعالج. تعملي ايه؟ معلقة نشا يا معلقة دقيق. بس قبل اي ما تعملي اي حاجة تقدري تشوفي الزيت عندك قد ايه. انا كده دلوقتي دي كوباية ولسه الباقي. انا بقى ده زيت، زيت ايه؟ بطاطس مقلي، بتنجان، احيانا سمك بس قليل يعني، بانيهات، الحاجات دي. ده ما يترماش، ده كنز، كنز في بيتك وما يترماش وما يتباعش. خطر برضو. هما بيعملوا ايه؟ بيعالجوه بالنشا ويبيعوا اللي بتوع الفلافل والحاجات من دي. خطر على معدتنا ومعدة اولادنا. احنا نستفاد بيه في بيتنا. وهقول لكم نعمل ايه قبل اي حاجة. انا عايزة قبل ما اعمل البطاس عشان يبرد، انا عايزة اعرف ده كام كوباية عشان احدد هحط قد ايه بطاس. يلا بينا نقول بسم الله ونبدأ نفرغ هنا. بص انا عاملاها ايه. انا قبل وانا بشيله لازم بصفيه واحطه هنا، بس برضو في رواسب تحت. فانا عملت دي كده. هنا دي كيس خفيف يعني، ممكن او مثلا تل، اي حاجه. انا كانت عندي تله. بص التله دي اهي، بس دي هتدوخني لانها هتسقط دي. فانا قلت لا، انا اجيب ادور على اي حاجه، فردة شراب، اي حاجه هتقدري تعمليها. اديني هنعمل هنا، هنسمي الله ونقول بسم الله ونصفيه واقول لكم هياخد كام كوبايه. بصوا دول طلعوا 5.5، 5.5 بالظبط. هنعمل بقى ايه؟ خلاص كده هصفيه بقى كده كويس، وهقول لكم هياخد قد ايه بطاس. بس اصفيه، ده مرمطه كده. الاول اقفل التليفون عشان ايه ما غرقش الدنيا. هنا بقى نعمل المادة الكاوية. بصوا بقى، كل كيلو زيت اللي هي 4 كوبايات الا ربع او 4 كوبايات بياخد كوباية الا ربع يعني، الا حاجة بسيطة كده بطاس اللي هو المادة الكاوية. ده عشان 5.5 انا لبست كمامة عشان النفس وبعدي اي اطفال. وهي مش خطورة قوي، بس عشان النفس انتي قربها ليا يعني. انا اما اقلبها كده مقربها للنفس ليه. دي بقى كده هنقول هنا. بص انا جايبه تمنين. هي تقولوا له قشور اللي هي تبقى مفرطه كده. بسم الله. وخلي قدامك دي كده كوبايه الا ربع. انا هحتاج كوبايه ونص. تمام. والباقي بقى شيليه، شوفي هتعملي بيه ايه، بس بعديه عن اي حاجه. هي كده بصي ما كملتش الكوبايه. ادي واحد، فهحطهم يعتبر كلهم كده يعني. هما تمنين يعني ربع. خلاص كده. نسمي الله بقى ونبعد الحاجات دي كلها عننا. احطها في الكيس وارميها وارجع لكم تاني اقول لكم هعمل ايه. يا جماعه انا حاطه الاول الخل عندي، مجرد ما لمست الكيس
بصوا ايه اللي عملته. انا عندي قشر ليمون قديم، قشر ليمون قديم شايله في التلاجة. اي ليمون عندك بايظ شيلي في التلاجة وطلعيه. غليته الصبح وسبته وصفيته. هنا كوبايه ونص، كوبايه ونص عصير ليمون، مش عصير ليمون، الميه بتاعت الليمون. بسم الله. لما تعرفي البطاز ده بيلمع وبيطلع ماده كده بيضه كده بتلمع، يعني زي ميه. تفهمي ان هو ممكن يكون حلو. بس بدأ اهو. بسم الله. تقلبيه بقى بسرعه كده، تدوبيه. هو بيدوب بسرعه. في حاجه هنا نازله فيه، ابص فيها. هي دي بذره. خلاص كده. رغم ان انا مصفيه اقلبه كويس. بس البخار اهو بدأ يطلع اهو، بدأ يطلع وسخن قوي. يا ساتر. اعوذ بالله، ده خطر جدا جدا. خلاص كده هسيبه يهدى وارجع لكم تاني بعد شويه. هصلي الظهر وارجع لكم تاني. خلاص كده برد. هو دافي شويه بس هشتغل بيه ان شاء الله، ما فيهوش اي حاجه. يعني هو كان سخن جدا يا جماعه، سخن سخن يعني. مش عارفه اهالينا كانوا بيغسلوا بيحطوه في الغاليه ازاي. وتكوني محضره بقى معلقه خشب اي حاجه انت مش بتستعمليها. بسم الله بسم الله. ننزله بقى كده ونقلب. نقلبه كده كتير. هو صلاحيته بقى ويصلح في التقليب. روحي وتيجي عليه في التقليب، يعني ما تسيبوهوش. مجرد ما تنزليه وتقلبيه كده كام تقليبه، تنزلي عليه سكر وملح. والكيلو ونص حطيت 3 معالق سكر ومعلقه كبيره حراميه ملح. وبرده تحضري عصير ليمونه كبيره، وتحضري خل نص كوبايه. نزل عليه الحاجات دي وقلب، عشان ده السكر بيدوخ شويه عبال ما يدوب. بسم الله. نشوف كده. بس كمان هحط الخل. هو بدأ يتقل في ايديا. نص كوبايه خل. هتلاقيه برضو ابيض يفتح جد على طول. والليمون لسه برضو في حاجات تانية هتتحط له، بس لازم ايه اقلبه كده كويس جدا جدا. هو السكر كده بدأ يدوب اهو. مش هنزل الليمون الا لما السكر يدوب. بس يا جماعه لوحديه بص بيتخن ازاي، حاجه جميله جدا. هحط عليه الليمون. هحط دلوقتي عليه كيس ايه تاني، جل برسيل اهو. حطه كله. بسم الله. لا دقيق ولا نشا. خلص كده واقول لكم برضو هعمل ايه تاني. بس يا جماعه حطيت برضو ايه كيس سائل، صابون سائل. يبقى حطيت الجل، برسيل جل. ودي بس بيتخن ازاي بسرعه. تخن اهو. لا بنشا ولا باي حاجه من دي. خلاص كده. هحط عليه معلقه قصدي نقطتين جريسلين، نقطتين. ما عندكيش مش مشكله اهو. خلاص كده. اوريكم بقى هحطه
انا عندي الصاجه بتاعت الفرن، هلبسها كيس الاول كده، اقلبه على الظهر عشان كده، هلبسه على الكيس وهوريهولكم لما اظبطه وارجع لكم. مجرد ما بحط البتاع بيتخن جدا. خلاص كده برضو هوريهولكم، بس انزل الحاجات دي كلها، انا مش عايزاه يتخن قوي، اظبطه بس واوريهولكم. بصوا بقى، يتركن بقى كده في حته فيها هوا وسيبيه بقى ساعتين 3 تلاقيه جمد شويه، تروحي مقطعاه. بس تعالوا بقى ايه نقطعها. هي قعدت كده بتاع ساعتين، مش هقدر اقطعها اسيبها اكتر من كده لانها نشفت. بس نعمل الصابونه بقى بالمقاس كده، نعمل كده بتاع 4 قراريط كده اهي، تمام كده. بس لازم يتقطع وهي طريه. تعالوا اقول لكم بقى الحاجات اللي انا حطيتها. مثلا انا حطيت سكر، السكر بيعلي الرغوه كويس قوي. حطيت ملح بيظبطها، الملح والسكر كمان مواد حافظه، تمام. حطيت جل مسحوق، جل برسيل برضو، ده حلو جدا، بيمسكها، بيجمدها يعني. تاني حطيت مسحوق تاني، اللي هو المسحوق 6 معالق صابون سايل برضو يعتبر، او مثلا انا حطيت كيس، كل حاجة ولها. وحطيت جريسلين عشان ينعم الايد، عشان برضو ده بطاس. تقدري بقى الصابون ده تعملي بيه، ده طبعا الصابون السايل دلوقتي غالي جدا، تقدري تعملي بيه صابون سايل، تقدري بيه تبشري واحدة وتدعكي بيه حمامك، حاجتك كلها. بصوا يا جماعة، بص الحلاوة، بصوا. هشيل واحدة دلوقتي بعد ما اقطعها، اظبطها هنا هتطلع 2. شوفي لو كانت كده اقطعها سمبوكسة. ايدي هنا اتعوجت، مش مشكلة، خلاص كده. الكبيرة ممكن اقطعها على 2 اهي كده اهوت. ممكن الكبيرة دي خالص تقطع كده اهو. هوريلكوا بقى ايه هطلع ازاي بقى اجيب الشال. بصوا يا جماعة، بصوا الحلاوة، بصوا. ده بقى تسيبيه ينشف بقى يوم بحاله، ولما تعوزي بقى تستعمليه بتاع 15 يوم 20 يوم يعني، حلو كده اهو. بيبيض بعد كده كمان قوي قوي، ولا زيت ناقع ولا اي حاجه من دي. بصوا الجمال. وهوريكم لغويته، بس ايه مش النهارده، برضو هبيته في الهوا برضو تاني لانه لسه دافي. خلاص كده هوريهولكم بعد كده. خلاص كده انا قطعته. بصوا يا جماعه الحته حلوه ازاي، متخينه يعني، سمكها حلو جدا، وتحس ان هو لسه في رغوه. ده بطريقه حلوه جدا يعني. اتمنى تجربوا الطريقه دي، وهنستنى لبكره عشان نشوف ايه ينشف خالص واوريهولكم. هو من دلوقتي وجمد يعني، حلو جدا. سامعين؟ من دلوقتي وجمد يعني، والله ما عدى عليه ساعتين. بالطريقه ديت هسيبها لبكره ان شاء الله. هو اصفر كمان النهارده عشان ميه الليمون كانت صفرة قوي، لان انا حطيت فيها قشر سفندي، قشر برتقان، ليمون، فبتصفره بالطريقه دي. بكره بقى يفتح بقى شويه، وكل ما يقعد يفتح. هنسيبها بقى لحد الصبح وارجع لكم تاني. في الصابون بعد ما خلص، ده كان تاني يوم ليه، وانا مشيت هنا بالصابونه عليه اهو. بص الرغاوي والحاجات الجميله بالزيت المستعمل. ليه بقى ليه ترميه؟
ليه تبيعيه؟ لا، قومي يا ست البيت، قومي اعملي صابونك في البيت، وابعدي عن ارتفاع الاسعار، ابعدي عن كل حاجة انت تقدري تعمليها في بيتك بصابونك المستعمل. ليه نرميه؟ جميل جدا، والحتة تعمل معاكي كم، تقعد معاكي يومين تلاتة، مواعينك لو عندك مواعين كتير. ده كان الفيديو النهاردة، الصابون بالزيت المستعمل ازاي تعمليه. يا ريتك تشاهدي الفيديو للآخر عشان تعرفي الطريقة ازاي. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في المشاهدة والمتابعة عشان يوصلكم مني كل جديد، وإلى اللقاء في فيديو جديد في مطبخ ماما سوسو. باي باي.